ربع نهائي كاس العالم 2022. في اليوم ده الملعب اتحول لساحة حرب بين منتخبين بينهم حقد وثأر قديم، الأرجنتين وهولندا. 19 كارت أصفر وخناقات في الملعب وميسي بيشتم خصمه على الهوا مباشرة. كل ده حصل في 9 ديسمبر 2022. مباراة بين منتخبين بيجمعهم حقد وثأر قديم بدأ من السبعينات، من نهائي كاس العالم 1978. نهائي حسم لصالح الأرجنتين في بلده 3-1، واتقال وقتها ان كان في ضغوط سياسية لصالح الأرجنتين طول البطولة، لكن فازت الأرجنتين وحرمت هولندا من أول لقب ليهم في كاس العالم. ومن هنا بدأت شرارة الكره بين الطرفين، واتقابلوا تاني في ربع النهائي 1978، لكن المرة دي فازت هولندا بهدف أسطوري من بيركامب وأقصت الأرجنتين وقتها. أما في نصف نهائي 2014 في البرازيل فخسرت هولندا ضربات الجزاء بعد ماتش متقارب من الطرفين. جدير بالذكر وقتها إن مدرب هولندا كان لويس فان، نفس المدير الفني لهولندا في مونديال قطر 2022. مونديال قطر بدأ والأرجنتين بتخسر أول ماتش ليها ضد السعودية في صدمة غريبة، أما هولندا فتصدرت مجموعتها بدون خسارة. تعدي البطولة ونوصل لربع النهائي بين هولندا والأرجنتين. فان خال بدأ الحرب بتصريحات جريئة قبل المباراة، قال إن إحنا لنا رصيد على الأرجنتين، وإن ميسي الحلقة الأضعف في الأرجنتين، وإنه ما بيدافعش، وإن هنعرف نوقف. تصريحات صحت غضب وكره في قلوب الأرجنتين لفان خال. بس ليه؟ لأن كان في حرب قديمة لسه ما اتقفلتش. الناس كانت فاكرة إن الموضوع مجرد ربع نهائي، لكن الحقيقة دي كانت تصفية حساب عمرها 20 سنة. في 2002 كان في لاعب أرجنتيني اسمه خوان رومان ريكيلمي، موهبة مجنونة، عقل كورة، وافتكر الاسم ده. بس في نفس الوقت كان في مدرب هولندي اسمه لويس فان خال، مدرب بيحب النظام وبيكره أي لاعب بيمشي بمزاجه. من هنا بدأت القصة. فان خال اتهم ريكيلمي إنه مش بيدافع، وريكيلمي رد بعدها بسنين قال إن فان خال كذاب ومش بيحترم اللعيبة اللاتينيين. فان خال ما كانش بيلعب ريكيلمي، واتقال إنه دمر مسيرته. ومن يوميها كل ما اسم فان خال يجي مع الأرجنتين العداوة دي بتصعب. وفي قطر 2022 القدر جمعهم تاني، بس المرة دي مش ريكيلمي اللي في الملعب، لا، اللي في الملعب كان ميسي. 9 ديسمبر 2022 صافرة البداية، والماتش بدأ متوتر. هولندا بتلعب بعناد والأرجنتين بتلعب روح الانتقام. من أول دقيقة كان واضح إن الليلة دي مش هتخلص طبيعي. الماتش بدأ بين الفريقين كانوا منضبطين دفاعيا. عدت أول 10 دقايق والوضع كما هو عليه، ملعب متقفل. فان خال كان عامل خطة واضحة جدا: اقفل على ميسي وخلي الأرجنتين تتوه. كان بيلعب ب3 مدافعين وعامل زيادة عددية في نص الملعب. بس المشكلة إن ميسي مش محتاج مساحة، ميسي محتاج ثانية واحدة بس وهيغير كل حاجة. الأرجنتين لعبت بذكاء، كانت بتدي هولندا إحساس إنها مسيطرة، وبعدين فجأة تمريرة بينية، تحول سريع، ضربة موجعة. في الدقيقة 35 هنا بقى ظهر الفرق بين لاعب عادي وبين ميسي. ميسي استلم الكورة، بص، والناس كلها كانت فاكرة إنه هيراوغ، لكن هو عمل الأخطر. تمريرة قاتلة في قلب دفاع هولندا، دخل، سدد، جول. الأرجنتين 1 وهولندا 0. لحد دلوقتي الأرجنتين متقدمة، بس الوضع لسه هادي، مفيش غير كات واحد لمساعد مدرب الأرجنتين، لحد ما حصل لقطة غريبة. ميسي لمس الكرة بايده متعمد، الحكم صفر خطأ بس ما اداش اي كروت هنا، وهنا وش فان دايك وصف كل حاجه. اما الكارت الاصفر الاول داخل الملعب جه في الدقيقه 43 بعد ما تمبر دفع اكوني على الارض بعد التحام بينه وبين دومفري. بعد دقيقتين روميرو عمل فاول وخبط الكرة بايده عشان ياخد كارت اصفر، ومن وقتها الكروت الصفراء ما بطلتش على لاعبين الفريقين. الشوط الثاني بدا، فان خال كان مستني لحظه، لكن الارجنتين كانت اهدى واذكى، واستمرت المباراه في الاشتعال من الطرفين لحد الدقيقه 73. ركله جزاء للأرجنتين. هنا بقى كل اللي في الملعب عرف ان الماتش خلص خلاص، وانا كنت واحد منهم. ميسي وقف وسدد جول 2-0، والأرجنتين بدأت تحلم بنص النهائي. ميسي احتفل مع زمايله، لكن توجه ناحية فان خال ومقاعد البدلاء واحتفل احتفال برمزية كبيرة. حركة غريبة من ميسي، لكن الاحتفال ده كان مشهور بريكيلمي لاعب الأرجنتين اللي كلمتك عنه في أول الحلقة، في فعل طريقة جديدة على ميسي. ده يبين قد ايه الماتش كان مشحون. ميسي حس بعد الهدف ده ان الماتش خلص لصالحه، بس في الدقيقة 80 فان خال عمل الحركة اللي قلبت الدنيا. قرر يرمي كل حاجة ونزل بيكوريست وحول هولندا لأسلوب كرة طويلة، ضغط، عرضيات، صدام. وهنا الأرجنتين اتلخبطت لأنها مش متعودة تدافع ضد مهاجم طوله كده. دقيقة 83 عرضية، بيكوريست بيطلع، هدف 2-1، وفجأة الملعب كله اتقلب. الأرجنتين بدأت تخاف وهولندا بدأت تصدق، ومن هنا بدأت المعركة الحقيقية.
اخر 10 دقايق كانت اقرب لمعركه شوارع، كل كوره مشتركه فيها خناقه، كل لاعب بيوقع تاني، الحكم كان بيوزع كروت كانه بيوزع ورق عادي. في الدقيقه 88 وصل الضغط لاخره، بارادايس بعد فاول سدد الكره في دكه بدلاء هولندا والملعب ولع والكروت الصفراء بقت في كل مكان لكن بدون اي طرد. الحكم هدى الملعب واعطى 11 دقيقه وقت بدل ضايع. عدى الوقت الضايع كامل لكن في الدقيقه 101 اخر دقيقه في الوقت بدل ضايع فاول لهولندا. كل الناس مستنيه عرضيه بس هولندا عملت لقطه عبقريه، تمريره اورجريست بيستلم يسدد جول، الملعب اتقلب 2-2 لمنتدى تاريخيه وفاول يتسجل في تاريخ الارجنتين. اتصدمت ودي كانت واحده من احلى واذكى الركلات الحره اللي شفتها في حياتي. الوقت الاصلي خلص والوقت الاضافي بدا. الارجنتين كانت شبه فريق ضرب بس لسه واقف، هولندا كانت قريبه تسجل تالت والارجنتين كانت قريبه تخطف تالت وتخطف الماتش. في اول دقايق في الوقت الاضافي الارجنتين كانت بتحاول تنجو مش تكسب، الكره اتقطع بسرعه والهجمات بتموت قبل ما تبدا وميسي نفسه بقى ياخد الكره ويحاول يهدي اللعب لان واضح اللي حصل اخر 10 دقايق كسر الفريق نفسيا. الوضع برضه ما اتغيرش، نفس العنف والتدخلات والكروت الصفراء والحذر، بس مع اخر 10 دقايق في الوقت الاضافي الارجنتين بدات تفوق، مش لانها بقت افضل لكن لانها فهمت ان لو فضلت كده هتخسر، فبدات تحاول تخطف هدف، اي هدف من هجمه مرتده او لحظه من ميسي او غلطه من هولندا. وفي اخر لعبه في الوقت الاضافي كره تتسدد من انسو من على حدود منطقه الجزاء بس تروح في العارضه. الوقت الاضافي خلص والماتش وصل لركلات الترجيح. ركلات الترجيح بدات وهنا بقى الماتش دخل منطقه تانية خالص، منطقه ما فيهاش تكتيك ولا خطه ولا فنخال ولا حتى ميسي. هنا في حاجه واحده بس، الاعصاب. لكن الارجنتين تمتلك مارتينيز ما دخلش ضربات الجزاء حارس، دخل كانه لاعب في فيلم، بيستفز، بيتكلم، بيقرب من اللي هيسدد وبيحاول يكسرهم قبل ما يسددوا اصلا، ونجح في ده فعلا. تصدى لركلتين من هولندا والارجنتين سجلت الاولى والثانيه والركله الاخيره لو طار. كيف هو الضغط لو تارو مارتينيز يريد دارو لو تارو الله حسبت انتهت خلاص جول. الارجنتين كسبت بس ما خلصتش هنا، لاعبين الارجنتين بيجروا يحتفلوا قدام لاعبين هولندا. ميسي شد مع فانخال في الملعب، مارتينيز بيشتم الهولنديين على الهوا، وميسي بعد المباراه بيتكلم بطريقه مش معتاده منه، انتقد فانخال بشكل مباشر وقال ان الحكم كان بيسهل لهولندا اللعب واتضايق من الاستفزازات اللي حصلت طول المباراه. اما اشهر لحظه بعد المباراه ميسي كان اتكلم مع الصحافه الارجنتينيه، شاف هورست واقف بيبص له قال له بص، يعني تقريبا بتبص على ايه يا هبل. والجمله دي بقى ترند عالمي وقتها. الماتش خلص على الورق بس الحقيقه الماتش كمل بعد صافره النهايه، لان الليله دي ما كانتش كره قدم، دي كانت عداوه قديمه انفجرت في 90 دقيقه. اما فانخال فاسكيتش في لقاء مع الصحافه الهولنديه قال كلام معناه ان كاس العالم كان لازم ميسي يكسبه. وبس كده، لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك. انا معكم عبد الرحمن زكي، سلام.